السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم الثاني من الاستعداد لرمضان. هذا الفيديو هذا غادي نبداو النهار الثاني من سلسلة الاستعداد لرمضان. بزاف فينا كيستعد لرمضان بشراء التمر وتحضير الوصفات وتنظيم الوقت الى غير ذلك، ولكن قليل اللي كيسول راسو واش قلبي واجد لرمضان. رمضان ماشي غير امتناع على الاكل والشرب، رمضان صيام على الغضب، الصيام على الحقد، الصيام على الغيبة، والصيام على النميمة، الصيام على أي حاجة كتوسخ القلب. واش عمرك فكرتي باللي ممكن تصوم 30 يوم ولكن قلبك عامر بحقد قديم بزاف؟ بكلمة جارحة ما تسامحهاش. قبل ما يدخل رمضان خاصنا نتيقوا لداخل ديالنا، حيت رمضان كيدخل القلب النقي بطريقة مختلفة. دابا وقف على راسك لحظة، كاين شي حد خاصك تسامحو؟ كاين شي اعتذار خاصك ديرو؟ واش كاينه شي علاقه خاصك تصلحها ولا خاصها تصلح؟ ماشي ضعف الا سمحتي، بالعكس، القوه انك تحيد الحقد من قلبك وتخليه خفيف ونقي. تخيل يدخل رمضان بلا كره، بلا ضغينه، بلا ضغط داخلي، غير انت وربي وقلبك مرتاح. اليوم التحدي ديالك بسيط، دير خطوة وحدة فقط، رسالة قصيرة أو مكالمة، حتى دعاء في السر لشخص ظلمك. خلي رمضان يلقاك بقلب نظيف باش يبدل حياتك كاملة. فاليوم الثاني من الاستعداد لرمضان غادي نقيو فيه القلب ديالنا. نتمنى أن الرسالة وصلت ليك مشاهدي الكريم، وإلى اللقاء إن شاء الله في اليوم الثالث من الاستعداد لرمضان.